السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يا رب يا رب تكونوا بخير والناس كلها تبقى بخير بجد. لان كلمة بخير احنا النهاردة مش متأكدين منها. لان كل واحد عنده كلاكيع كتير وحاجات كتير قوي. عارفين ليه؟ لان في معاني جميلة كده بينا وبين بعضينا تلاشت. فاكرين الكلمة اللي كانت بتتقال ايام الستينات والسبعينات والثمانينات اللي هو وراء كل راجل عظيم امرأة، وكل وراء امرأة عظيمة رجل؟ احنا بقينا فين بقى من الكلمة دي؟ ليه الراجل عايز مراته تبقى عايشة زيها زي كرسي بيستخدمه، زي أي حاجة بيستخدمها؟ ليه؟ ليه ما يشوفش مراته ميولها ايه وعايزة تعمل ايه وعايزة تنجح في ايه ويبقى وراها وفي ظهرها؟ والعكس صحيح. الست تشوف جوزها عنده ايه وعنده ميول ايه وعنده افكار ايه وعايز ينجح في ايه وما تقفش جنبه ليه؟ احنا ليه بقينا نهد ببعض بجد؟ اللي انا بلاحظه النهارده الا من رحم ربي، بس في الأغلبية بجد، اللي هو الراجل لو حس إن مراته أحسن منه في حاجة أو هتبقى حلوة عنه في حاجة أو متميزة عنه في حاجة، لأ، يهد فيها ويذل فيها ويتحكم فيها ويخليها تكره اليوم اللي شافت الدنيا فيه ومش عايزها تبقى حاجة. ليه؟ عشان مراته بيحسسها إن هو اشتراها، إن هي عبدة عنده. وبرضه في ستات عايزة تبقى هي الكل في الكل، عايزة تبقى هي أي حاجة وكل حاجة تبقى بأمرها وتخلي جوزها ده تحت أمرها، والكلمة كلمتها والشورى شورتها، وده غلط. العملية يا جماعة والله العظيم سهلة وحلوة، وأنا بسهل لكم كل حاجة. أنا مش عارفة احنا مصعبين على نفسنا ليه. العملية نسبة وتناسب، نسبة وتناسب بين الطرفين، بين الرجل والمرأة. الرجل بني آدم والست برضو بني آدم، كل واحد له كيان. ليه ما نحاولش ننمي كيان بعض؟ ليه ما نحاولش نكبر بعض؟ نجاح الست لما تنجح وهي مع راجل متفهم وراها وساندها، النجاح بيتنسب له. والراجل لما بينجح والست تبقى واقفة جنبه وفي ظهره وسنداه، النجاح بيتنسب لها. بيقولوا عشان وراه ست جدعة. والست لما بتنجح بيقولوا عشان وراها راجل جدع، راجل محترم مقدرها وفاهمها وبيحترمها وبيفهمها كويس. احنا بقى فين من الكلمة دي؟ احنا والله انا بقيت احس بحاجة معلش عشان عندي برد، ماشي. حاجة غريبة قوي بقت الأيام دي موجودة. الراجل بيكتب قسيمة الجواز بين الرجل والمرأة النهاردة زي ما يكون عقد ذل. عقد ذل والله، سواء من الطرف ده أو من الطرف ده، أو عقد كراهية. يعني الراجل قبل ما يتجوز حب ولفلفة وهدايا ويتكلم معاها وال 24 ساعة معاها على التليفون وحاجات جميلة جميلة. وبعد ما يتجوزها بيحسسها انها ولا على باله، والست خلاص بقت عايشه والسلام. ايه كميه القرف اللي احنا وصلنا له ده؟ احنا ليه بقينا بنمثل على بعضنا كده؟ ما هي قبل ما تتجوزها، هي بعد ما اتجوزتها ما تخليها حلوه زي ما انت كنت مخليها حلوه قبل ما تتجوزها، خليها حلوه بعد ما اتجوزتها. والست نفس الحكايه، هو كان حلو وكان جدع وكان بعد ما اتجوزك بقى ايه؟ يا جماعه احنا اللي بنكتب نهاياتنا السيئه لبعض. صدقوني، لو كل واحد عارف ان اللي قدام منه البني ادم اللي عايش معاه ده قيمه وكيان زيه زيك، وكل واحد ادى الحق اللي عليه للتاني، مش هيبقى في كميه الهزل اللي احنا فيه النهارده. صح ولا انا غلط؟ يعني لا، انا مثلا عندي طموح، فيها ايه لما جوزي يقف ورايا ويسندني؟ فيها ايه لما يحسسني بقيمتي؟ جوزي عنده طموح عايز يعمل حاجه، فيها ايه لما اساعده لده؟ في لما اقول له اه كويس برافو عليك اعمل، طالما لا بيضرني ولا بيضر حد. هو انا بقول لك ان انت لما تسمع كلام مراتك بتعمل حاجه غلط؟ ولا انت لما تسمعي كلام جوزك بتسمعي كلامه في حاجه غلط؟ انا بتكلم على الاهداف، أنا بتكلم على الطموح اللي جوه كلنا جوانا طموح. اللي عايش من غير طموح ده بيبقى بني ادم ميت. ربنا قال في كتابه العزيز ايه؟ واسعوا.
واسعوا في مناكبها. السعي الاجتهاد بقى، سواء في الشغل، في الفكر، في تغيير الحياة للأفضل. مش وحش يا جماعة، ومش ضد الدين. احنا خلينا الصح غلط والغلط صح. ازاي؟ معرفش. احنا عندنا كمية اقناع ان الشيء الغلط ده صح بطريقة بشعة. مش عارفة، يمكن انا بتكلم وبقول ان احنا اللي في ايدينا نحليها. انا زي ما قلت قبل كده، الارض هي الارض، والسماء هي السماء، والهوا هو الهوا، والدنيا هي الدنيا. اللي يقول لك الدنيا بقت وحشه اقول له لا يا بيه، الدنيا وحشه مننا احنا اللي وحشين. احنا اللي بنغير في الكره الارضيه، احنا اللي بنغير في كل حاجه، في اخلاقنا ومبادئنا واهتماماتنا بالحياه وكل حاجه. احنا بقينا نغير، بقينا نهتم بالتافه ونسيب الحاجه الكويسه، بقينا نهتم بالحاجه اللي ممكن تنفعنا وتطلعنا لقدام وتخلينا ذو قيمه، بتخلينا احنا والارض يعني ولا لنا اي لازمه. يا جماعه اذا كنتوا تعرفوا حاجه، احنا تراب عايشين على تراب، مش هيفضل منك الا السيره، ومش هيفضل منك الا اللي انت قدمته ايه. يا تقدم شيء ولادك تفتخر بيه، يا تقدم شيء عيالك طول عمرها تنام متعذبه بيه. بس تقدم شيء صح، مش من وجهه نظرك انت، لان مش كل وجهه النظر صح. يعني انا مش عايزه اتكلم في امور يعني مثلا لا فن ولا الكلام ده كله. يا جماعه احنا عايزين نعمل الصح، عايزين نعمل الصح اللي هنحاسب عليه ونورث ولادنا ايه. انا طالعه على السوشيال ميديا بتكلم، الحمد لله ساتره نفسي ومؤدبه ومحترمه، ما طلعش كلمه مش كويسه، يبقى انا مش ضراك ولا ضاره نفسي. عندي فكر، عندي ثقافه معينه بقولها لك. فيها ايه لما نتعلم الثقافات المحترمه من بعض؟ فيها ايه لما ننمي افكار بعض؟ فيها ايه لما نبقى محترمين ونساعد بعض ونسند بعض؟ بلاش الراجل والمرأة لما يتجوزوا بيمضوا كونتراته الكراهية، هي عدوته وهو عدوها. ليه؟ معرفش. ليه؟ معرفش. اغلب البيوت بقت كده، عشان ما حدش يقول لي يا منى انت بتتكلمي تقولي ايه. لا، اغلب البيوت بقت كده. وروحوا محكمة الأسرة وانتوا تعرفوا، روحوا القعدات العرفية وانتوا تعرفوا، روحوا خشوا البيوت وشوفوا كمية الوجع والألم اللي بين الطرفين وانتوا تعرفوا. صدقوني يا جماعة الموضوع أبسط مما يكون. اسندوا بعض، خلوا ايديكم في ايدين بعض، خلوكوا انتوا الظهر لبعضكم. يعني انا بجد، هو ده الحاجة اللي جوايا اللي كان نفسي اتكلم فيها. ودي حاجة وجعاني، حاجة وجعاني. الست لما بتتجوز مش بتخش سجن، وما هياش بتبقى عبد عند جوزها، ولا الراجل عبد عند مراته. الست كيان والراجل كيان. فيها ايه لما الراجل يبقى سند لمراته؟ بدل ما تروح تتسند على حد بره ما تتسند عليه هو، والراجل بدل ما يروح يتسند على حد بره يتسند عليها هي. يا جماعة بلاش تحسسونا ان الجواز امتلاك، امتلاك وكراهية وبغض، وان انا لازم ابقى احسن منك وانت احسن مني ايه ده؟ ايه ده؟ احنا الاتنين فيها إيه لما نبقى حلوين؟ فيها ايه لما نرفع بعض؟ فيها ايه لما نعلي بعض؟ فيها ايه لما نحط ايدينا في ايدين بعض؟ ويلا عشان ما اطولش عليكم، عشان ما تقولوش ان انا رغاية، والسلام عليكم.